السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو بقى النهاردة للناس اللي بتدور على حاجة سهلة وسريعة بس في نفس الوقت طعمها تحفة. مش مضطرة تقفي قدام الفرن ولا هتولعي الفرن اساسا. كيكة الشمواء الباردة، حاجة كده تحفة. ركزي لي بقى على الليرز وركزي لي على الديتيلز. عايزة اقولك طعمها كان خطير. بصي بقى يا ستي، دي حاجة، بصي مفيش ابسط من كده. هنعمل طبقة بسكوت وطبقة كريمة بالكريم كراميل. هقول لكم هنعملها ايه، حاجة اسهل من السهولة. خليكي بس معايا وتابعي معايا الفيديو، هقولك هنعمل ايه. هاتي اي نوع بسكوت انت بتفضليه، بما ان انا عندي بديل اللوتس فهستخدمه، انما انت اي نوع بسكوت هينفع. فطبعا البسكوت ده عندي خشن شوية وانا عايزة انعمه، فعشان كده هطحنه في الكبة مع ايه بقى، مع ربع كوباية زيت. يكون زيت نوع حلو ملوش ريحة. طيب على فكرة ممكن تستخدمي زبدة، بس زبدة مش فرن، زبدة يكون نوع حلو زي النيوزيلندي او روتانا او المراعي. انما انا ما كانش عندي زبدة في الوقت ده فاستخدمت زيت، مفيش اي مشكلة. ربع كوباية زيت بس، لان انا مش عايزة كمية بسكوت كتيرة، عشان مش عايزة طبقة البسكوت تبقى سميكة. يعني انا يعتبر انا خدت نص كوباية بسكوت بس، نص كوباية بسكوت على ربع كوباية زيت. طحنتهم مع بعض ونعمت البسكوت بحيث القوام يبقى ايه، مندي كده شويه. هنا انا غلطت غلطه، هقولك ما تغلطيهاش. اولا استخدمت صينيه مقاس 24 دي كانت كبيره، فهتلاقي الطبقات مش سميكه. تاني حاجه فرشت ورقه زبده في ارضيه الصينيه. انتي لو ما عندكيش صينيه بتتفتح وتتقفل زي كده، انا جبت صواني قبل كده بتتفتح وتتقفل وباظت مني على طول، فعشان كده مرضتش اجيبها تاني. فانتي هنا ما تحطيش ورقه زبده، عشان انا بعد ما حطيت ورقه الزبده جيت اعمل الديسك لقيته مش عارفه اسويه كويس، وريتك قوام البسكوت شكله ايه. ما تحطيش طبقه البسكوت تكون كتيره، خليها يعني ثن، يعني ما تخليهاش سميكه. تمام. شلت بقى ورقه الزبده لانها مش مريحاني بصراحه، وعملت ديسك كده. ويلا نعمل الكريمه الجميله بتاعتنا. محضره باكت كريم كراميل اللي هو فيه 2 باكت من جوه، وطبعا الكراميل ده هنحتاجه في الاخر. ومحضره لتر لبن بس مش هستخدمه كله، هستخدم 3/4 لتر بس، عشان عايزه قوام الكريمه يكون سميك وتعمل طبقه حلوه معايا. يعني هستخدم 3/4 لتر لبن، مش هستخدم اللتر كامل. عليهم الاتنين باكت من الكريم كراميل، بودرة الكريم كراميل. ماشي. وهنقلبهم كده مع بعض على البارد الاول، ندوب الكريم كراميل. وبعد كده هنرفعه على النار، نار متوسطة، هفضل اقلب فيه. انا دخلته على البوتاجاز وقلبت فيه شوية لغاية لما تقل. بعد كده سخن بقى وتقل معايا، هنزل بمعلقة قشطة وش اللبن، او معلقة كريم شانتي ومعلقة بسكوت من نوع البسكوت اللي انا عاملاه بالظبط. فكرة اما تضيفي معلقة بسكوت للكريمة بتدي تيست اعلى بصراحة للكريمة بتاعتك. هنزل بقى بالمكونات دي على الكبة تاني عشان عايزاها تمتزج مع بعض الكويس، القشطة مع الكريمة مع البسكوت عشان خشن، لحد ما يعملوا طبقة كريمية. تحس ان هي كريمية كده وتحفة. بص شكلها عامل ازاي. هتحس ان هي خفيفة كده لكن هي مش خفيفة، هو اول ما تدخل التلاجة هتمسك على طول، وهوريها لك دلوقتي. هنزل بقى على طبقة البسكوت بالكريمة وهسيبها تبرد شويه لو كانت سخنه، وبعد كده هدخلها التلاجة. انا دخلتها التلاجة ساعتين بس كانت مسكت وكانت مظبوطه معايا. يفضل انت تستخدمي مقاس صينيه اصغر من كده عشان تديكي الطبقه اعلى. ماشي. بس انا بعد ما سبتها ساعتين طلعتها بقى، حطيت على وشها الكراميل اللي انا كنت وريتهولكوا في الاول، وقطعتها بقى وقدمتها. بتتقدم بارده طبعا، ترطب علينا في الجو الصعب ده، وما خدتش وقت خالص، وما عادتش اصلا في التلاجة كتير، اللي هو حاجة في السريع يعني. بصي بقى الطبقات وبصي الشكل الجميل، كانت روعة. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة.